هي العلوي أو حمامة السينما المغربية، ممثلة بمواصفات فنية عالية وتجارب إبداعية متنوعة أهلتها لتلعب أدواراً مختلفة درامية وكوميدية، جعلتها من بين الممثلات الأكثر قرباً وحضوراً من قلوب الجمهور المغربي العاشق للفن الرفيع. مسارها الإبداعي بدأ متألقاً منذ أول تجاربها الفنية في الفيلم السينمائي الطفولة المغتصبة لحكيم نوري، تجربة كان لها الفضل في تعزيز المشهد السينمائي المغربي بممثلة تتقن أدوارها وتتوحد مع الشخصيات التي تؤديها بكل أناقة وإبداعية. أنا غير بنت درويشة، ما عندي علاقة مع أحد، ما باغي ندير علاقة مع أحد. أدوار أهلتها للحصول على جوائز وطنية ودولية كجائزة أحسن ممثلة بمهرجان قرطاج السينمائي سنة 2006 عن الدور المركب الصعب في فيلم طرفاية، حيث جسدت دور امرأة منثورة لليأس والفراغ في فضاء صحراوي لا يرحم. ليش غنشوف فيك؟ أنا باغي نسولك غير على الفراخ ديالي. ماتوا. واجد باش يلبس حوايج العيد اللي غيشري ليه با؟ واي بخير. مكانة تورية تعززت أكثر في السنوات الأخيرة من خلال المشاركة في أفلام متنوعة، مشاركة أبانت عن نضج أكبر لهذه الفنانة المحبوبة. يكفي أن نذكر هنا دورها الخلاق في الفيلم القصير فوها لعمر مولدويرة، والدور المفارق للواقع بأبعاده الإنسانية والفنية في فيلم يوم وليلة للمخرج صديق دربها الإنساني والفني نوفل البراوي. أختي عزيزة، هاودني منك، عمرك لا تعطي شي درهم لشي بصير.